سلام الكبيرات ديالي، كيف ما عودتكم ديما بلي فيديوهات ديالي كنعطيكم نصائح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عارفه راسي طولت عليكم، ولكن راه ما يمكنلكاش التفاعل كاع، يعني وكياخذ لي بزاف ديال الوقت باش نحط لكم داكشي اللي غادي يفيدكم، مي مالوغوزمون ما كانلكاش كاع التفاعل. نتمنى انكم ديروا لايك ومتابعه وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، تكونوش مسميمات. سيرتو الفيديو ديال اليوم فيديو فريمون فيه بزاف ديال النصائح. اليوم سيداتي غادي نعطيك نصائح كيفاش. هو الفيديو ديالنا غيكون مقسم لجوج فقرات. الفقره الاولى كيفاش تقدري تعاملي مع الناس، صافو دير كيفاش تخلي الناس يعطيوك قيمه من بعد ما كتفقدي القيمه في راسك. الفقره الثانيه سيداتي غادي تكون مخصصه للبنيتات، كيفاش ان تعامل في اللقاء الاول مع خطيب ولا كانت كوبل. المهم الفقره الاولى هي بعدا كيفاش تعطي قيمه لراسك واللي كل واحد يعطيك قيمه. اول حاجه اللباس، الواحد خصو يلبس مزيان سيداتي، خاصك تلبسي مزيان. فاش كنتي لابسه مزيان الناس غادي تعاملك مزيان، كنتي ما لابساش مزيان الناس ما غاديش تعاملك مزيان. يعني انا بغيك ديما كنتي مزوجه مطلقه بنت صغيره كبيره انك تلبسي مزيان، سواء كنتي بوحدك، سواء كنتي في الدار مع عائلتك، سواء كنتي في الدار مع عائله راجلك، سواء كنتي معروضه. ديما حويجاتك يكونوا مصبنين مقادين. اللي ما عندهاش الفلوس باش تشري ريحه ماشي مشكل، ربي ماشي كلنا عندنا الفلوس، مي كاين المسك، شري مسك دايره 5 دراهم، $5 او بيا 5 درهم، لو تقدري ديري المسك وكيخلي ريحه وفنه. انا نعطيكم السميه ديال مسك النرجس، هذا زوين بزاف. حيدي داك مسك الطهاره، ما عرفتش انا شنو كيعجبكم فيه. داير البوز بلا فايده. كان هذا مسك النرجس، انا ما كندير الاشاره حتى لشي حاجه، ولكن انا كنستعملو شخصيا حتى بارفو ما كيكونش عندي الفلوس باش ناخذ ريحه كنشريه. ثاني حاجه خدي لك 2 كيطمات 3 ديال الكيطمات. الا كنتي كتلبسي الكيطمات، كنتي كتلبسي البيجامات، خدي 2 3 وتهلاي على في راسك، خليهم كل مره لبسي وحده، ما تخليش الحوايج عليكم مسخين مطبعين بالزيت مطبعين بالعطريه. نو هذا ما زوينش هادشي هذا، لا خصك ديما تكوني لابسه. خلي حوايج اللي كتوجدي فيهم في الكوزينه خليهم بوحديتهم. ولا غادي تقولي لي حكا انايا ما عنديش كيفاش، ماشي مشكله، لا غادي تمشي عند الخياط وغادي تقول له يخيط لك واحد الطابليه دايره بحال البيجامه هكا، تكون من تحت الكتف، غتبقاي تلبسيها ملي تبغي ديري الشغل ديال الدار، وفاش تسالي يومين 3 ايام صبنيه هكا تخلي حويجاتك نقيين. ثاني حاجه ما يجيوش الناس ويلقاو فيك الريحه ديال العطريه او الريحه ديال الوسخ، لا حشومه. الانسان خصو يلبس مزيان. ثاني حاجه الا كنتي مثلا غادي تعرضي على الضياف، فكنصحك اختي الكريمه تبقاش حتى يجيو عندك هذوك الضيافه عاد تبقى نتيا نوض تجري سبك وكتغوتي هنا الهيف، علاش ما حطيتوش هذوك، فين هما الكيسان، فين هي هذه. نتيا عارضه على الناس، سميتها راده، كنوجدوا لها قبل ما يجيو عندنا هذوك الناس. يعني انت خاصك تحطي الكيسان، خاصك تحطي الاتاي، الحلوى، الطياب، كلشي حطيه على الطابله، وملي يجي الناس اللي عارضه عليهم غير غتهزي تحطي في الطابله وغتجلسي مع الضياف. هذاك الوقت ديال جداتنا ولا مواتنا اللي كانوا تا كيجي الضيف عاد كيتمو سبك جري هنا جري لي ما عنديش هادي، فين هما هادو، صافي هادوك حيدي، هذيك القاعده حيديها صافي، داك الوقت مشى. خصك تجلسي معاهم بحال الاميره والهضره بالقياس والجلسه بالقياس. لا بغيتي تكوني مزيانه سيرتو الا كانوا عائله راجلك يبداو يطلعوا فيك، خصوصا اذا كانوا شي يسمح شي بنات خوالات وبنات عمامات خداك نتيا، بقاو يطلعوا يهبطوا فيك حتى تكرهي راسك.
فعلاش نتيا غادي تجي وتبدا عاد تجري هنا جري لهيه ويبداو يضحكوا عليك؟ نو حبيبه ديالي، وجدي كلشي وحطيه، من يجيو عندك غير هزي وحطي، راك على حالتك. الحلوى خرجي شريها، لما عندكش باش تشريها ديريها، صيب الحلوى قبل ب3 ايام، بقى لك غير الطياب طيبي وبدلي حالتك ورشي الرويحه والقفيطين. ما نقدش عليك، ما نوسكش، راكي مغربيه، مغاربه وما التاويل. ثاني حاجه، الا كانوا غادي يباتوا عندك فما تخرجيش من البيت الناس ديالك وتعطيهم ينعسوا فيه، واخا يكون شكون ما بغا يكون، جامي 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 تخرجي من بيتك تنعسي برا الا عندك غير بيت واحد وتعطيه للضياف، جامي. هذه كتسمى قلة احترام لراسك. انت هذاك البيت ديالك خصك تبقاي فيه، الضيف هو اللي ناعس في الصالون، باسكو الضيف اللي عارف الاحترام ديال ذاته ما غاديش يجي عند واحد عارف عنده غير بيت وصالون وبيت وكوزينه وباغي يبات، غيمشي بحالو. داك الوقت ديال اللي كانوا كيجيو العائله ويجلسوا ويعيشوا سيمانه شهر، داك الوقت كاين، ولكن الا عندك فين يجلسوا ماشي تخرجي نتيا وتخليهم ينعسوا في البيت ديالك، لا، هذا كتسمى قله الاحترام لراسك. اذا سيداتي، الا ما عندكش بيت اخر فين ينعسوا الضياف، كنصحك انك ما تخرجيش من البيت ديالك، الضيف ينعس في الصالون، وسيلتو بلي سيلتو بلي شريو شي خدادي عطيهم للضياف، حتى ملي كتمشي ضيف عند شي واحد كتقسم لك عنقك كثرت ما انه داك الخدادي قاصحين. فسيلتو بلي شري خديديات كونوا ديال القطن ولا ديال لاباط، ولا سيري ديريهم، ومنين يجيو عندك الضياف كرميهم اختي، كرميهم وعطيهم هذاك الشيء، كرميهم حتى راه كيصبحوا مساكن ما فيهم اللي يهضر. اذا ما عمرك تعطيهم بيت الناس ديالك ينعسوا فيه، حتىش ما تعرفيش شنو غادي يقدروا يبقاو يضحكوا عليك، يحلوا الباليو يقلبوا يبقاو يقول لك ما مستفاش حوايج، ما دايراش، ما فعلاش، ما تركاش. ماشي حالتك كتشوف فيه العدو نتيا خصك تصلحيه هنا تصلحيه ليه، لا اختي لا، ولا جالسه بالبرد وباغيه تشري طلامط، ولا لا يجيو داك الناس ويلقاو عندي شي حاجه، انا كاع المهم نكون جالسه لابسه مزيانه ما فيا لا برد لا والو. مهم هذه كانت الفقره ديال اون جينيرال باش تقدروا تطلعوا في راسكم شويه. دابا غادي ندوزو للفقره التاليه اللي حتى هي مهمه بزاف بالنسبه لهذوك الناس اللي يلاه كيتعرفوا على الخطيب ديالهم ولا على اللي شي واحد ديالنا مصاحبين معاه. فكاين شي حوايج من النهار الاول خصنا نضبطوهم، سينو غادي يوقع لنا مشكل وغادي تسمي انت اللي ما مزيانش، ومن حقه يوقع هذاك المشكل باسكو انت ما كنتيش واضحه من الاول. فالاخت اول حاجه تكوني غادي تلاقاي مع شي شخص، سواء خطيبك سواء شي حد مصاحبه معاه شي صديق شي حاجه، فخاصك تهزي معاك ضروري الفلوس. دابا حنا ولينا في واحد الوسط اللي مخلط، ماشي كلشي كيخلص على كلشي، فهمتيني؟ وانا بالنسبه لي الا تلاقيتي مع شي حد وقال لك قسمي معايا، فمن الاحسن يكونوا عندك الفلوس حسن ما تمشي تغسلي الماعن، وشي مره ما تغسليش الماعن ديري حاجه اخرى. فلهذا من الاحسن هزي معاك الفلوس الاخت، هزي معاك فلوسك، ما عندكش فلوس ما تخرجيش. وإلا قال لك شي حد سواء خطيبك سواء شي واحد خرجتي معاه وقال لك نقسمو قسمي، ولكن خلصي عليه كاع، خلصي عليه قولوا انت يا واحد الشماته انا نخلص عليك كاع، والمره الجايه ما تخرجيش، باسكو هذاك ماشي راجل، هذاك شماته ذكر، والزواج راه خاصو رجل بمعنى الكلمه ماشي ذكر. فلهذا دائما هزي معاك فلوسك. ثاني حاجه الاخت ديالي، الا كنتي غتلاقاي مع شي حد عنده طوموبيل فكنصحك تشدي طاكسي وتلاقاي معاه في البلاصه اللي تلاقاو فيها، واخا الخطيب ديالك، باسكو انتي ما كتعرفيش مزيان، فما عندكلاش تمشي تركبي معاه وتباني رخيصه، واخا تكون اول مره تركبي مع شي حد، فثقي بيا الاخت بلي كتباني رخيصه وما كتسويش، وكيقول بلي نتيا مولفه كتركبي في الطوموبيلات. فلهذا الاخت ديالي شدي طاكسي، ما عندكش الفلوس اختي ما تخرجيش، جلسي في داركم،
اللي بغاك يجي لداركم نيشان بغا يتلاقى معاك يجي لداركم يتلاقى معاك قدام العائله قدام كلشي. سينو خدي طاكسي وسيري فما تركبيش نصحك باسكو غادي تبداي حتى لا استقبل الناس وتزوج بك يبقى يركب بها. فلهذا من الاحسن ما تبقعيش تطلعي مع شي حد ما كتعرفيش. ثاني حاجه الاخت الكريمه، الا كنتي غادي يعني كيفاش كنقولوا غادي تمشي تغداي في شي بلاصه مثلا فاسيل توبلي عافاك تبقاش اختي تطلبي بحال اللي عمرك ما شتي الماكله، عمرك ما كليتي، عمرك ما شتي الماكله، عمرك قاعد تطلبي بحال اللي غتمشي تفطري وتغداي وتعشاي. طلبي حاجه عاديه، كاين لاش طلبي داك السوشي داك همبرجر زعما بحال اللي راكي مولفه كتاكلي داكشي. طلبي حاجه عاديه باسكو نتيا حنا مغاربه وكنعرفوا بعدياتنا، دونك ما كاينلاش هذاك تبقاي تطلبي شي حاجه اللي ما كتعرفيش اصلا كيفاش ديري تاكليها. صدقي حرجه راسك وحرجه الناس اللي كاينين في المطعم وحرجه الشخص اللي خارجه معاه. طلب اختي شي حاجه كتعرفي تاكليها. هذا في النهار الاول، اللقاء الاول كنطلبوا شي حاجه كنعرفوا ناكلوها، مابقاوش نضحكوا فينا اللي يسوى واللي ما يسواش ضحكي على الناس وضحكي على ديك الناس وضحكي على اللي يسوى اللي ما يسواش. لاش اختي لاش؟ فما كاين لاش اختي، خليها غير التوتر ديال خرجه تلاقي مع شي شخص، خلي هذاك التوتر وصافي بلا ما تزيدي لي توتر ديال انك ما تعرفيش تاكلي شي حاجه اخرى. وهذا الموقف ما بغيتش نطيح فيه حتى شي وحده من هاد المسيميمات اللي عندي. اوكي حتى الدراري لا ميم شوز، ما تبقاش زعما تقول غنطلب هذه باش نبان، فما عندك ما تبان ما والو، غتصدق باين ما كتعرفش تاكل وغتعيف هذيك السيده اللي معاك. ولا لا ميم شوز البنت، فهكا غادي تصدق غير حارج راسك والناس كيضحكوا عليك في المطعم او لا تصدق واخد شي حاجه بشي 300 درهم وفينالمون ما تصدقش زوينه، فخذ لك شي حاجه زوينه عارفها حتى تكون بوحدك ورا ما تجرب. حتى انت اختي زعما خرجتي مع شي واحد ميسور سي بون مزيان فيها، بس طلبي شي حاجه غاليه، كنت مع شي حد على قد الحال فما كاينلاش تبقاي تطلبي شي حاجه ب 300 درهم 400 درهم. لا حشومه، طلبي شي حاجه في المستوى على حسب المستوى ديال الناس اللي خارجه معاهم، سواء مع شي شخص سواء مع شي عائله مع لي زامي، فخدي طلبي لك شي حاجه اللي تكون فريمون في المستوى ديال هذوك الناس اللي خارجين معاهم. ماشي واحد كيتخلص ب 40,000 في الشهر وانت طالبه لي كافي ب 500 درهم، فهذا غير مقبول الاخت. نرجو مراعاه مشاعر الاخرين. الحاجه الاخرى اللي غادي نهضروا عليها وحتى هي مهمه بزاف، فما كاينلاش تخرجي دايره يخرج شويه بلا نفوس بزاف ديال المكياج، غادي تخرجي وي شويه ديال الكحل، شويه ديال الريسي، شويه ديال ليكرون، شويه ديال المكياج فوس بنت، ماشي بنت مكياج معمر فوس بنت. حشومه الاخت، حشومه والله حتى حشومه. كتخرجي كتبغي تاكلي تشربي الكاس كيولي عامر بالغوش عليه اللي هو العكار، كتبغي تمسحي نيفك من العرق كتصدقي معمره كلينكس وداك الطبقات. فالاخت المكياج كيزيد شويه ديال السر، ماشي كنديروه باش نخرجوا دايرين المكياج دايرنا. كنظن بلي الميساج ديالي واضح. فعافاك اختي ديري شويه د المكياج ما فيها باس، ديري شويه د المكياج عادي باش تكوني زوينه شي شويه، ماشي باش زعما تبغي تاكلي الفورشي تعمر لك بالعكار ولا تبغي تمسحي شي يديك كاينين اللي قال لك كيديروا الفوندوتيل في يديهم، كتبغي تمسحي يديها كترجع يدها كحله. انتي سمراء سي بو راكي سمراء راه ماشي زعما خايبه، نو كاين الزينه كيكون سمر، كاين واحد الجمال زوين في الناس سمر بيضه راكي بيضه سي بو، ما تبقاش تعقدي الامور، تعقدي على راسك الامور وديري فيك الضحك. ما بين سمراء وبيضه صافي راكي سمراء وبيضه سي بون. فهمتي هذه؟ فهميها اختي، فهميها هذه زعما هكا، ماشي زعما تمشي ديري باش ترجعي بيضه، حتىش غير كتولي في واحد المظهر اللي غير مقبول، ما كترجعي تخلعي الناس.
وحده بيضاء ودايره باغيه ترجع سمراء، دير هادو دير وحده في السمراء، راه مشكل. يديك بيض ووجهك سمر، اولا العكس، وجهك بيض وعنقك ولا يديك سمر. نو اختي لا، كديري شويه خدي لا كولور ديالك، تبقايش تعقدي الامور على راسك وتعقديهم على الناس الاخرين وديري فيك الضحك، يبقاو يعاودوا عليك هذاك حكا شوفي وجهها كي دايرو. نو ماشي حتى هكا، نو ماشي لهاد الدرجه هذه. فمرجو اخذ بعين الاعتبار هاد النقط اللي قلت لكم، باسكو بارفوا طيحوا في شي مواقف ما غاديش ترضاي، والخطا راه منك نتي. دونك خاصك تعرفي كيفاش ديري تصرفي. ماشي عيب نكون سمراء ولا نكون بيضاء ولا نكون صفراء ولا ما نعرف، ماشي عيب، وماشي عيب هذا، ماشي مشكل. العيب هو ديري واحد المكياج اللي بزاف المكياج بحال اللي راكي في عرس، وحتى العرس راه ما بقاش كيديروا داك المكياج هذاك. حتى الا كنتي في شي عرس راه ما بقيتيش غديري هذاك المكياج معيق بزاف، هذاك كيسميوه بهلوان هو اللي كيدير هذاك المكياج باش كيضحك مهرج. فانتي ماشي مهرج باش ديري هذاك المكياج كامل زعما باش تولي زوينه. مكياج كنديرو باش نرجعو زوين شويه د المكياج، شويه ماشي تعمري حالتك زعما. ولا داك لي فراج اللي كديريها في حناك كتولي دايره بحال الجن، كيديروا الناس غير شويه بحال كتبان، فهمتي؟ سينو ما كتعرفيش اختي ديري المكياج، فخلي راسك بعيده ما ديريهش كاع، حتى اللي باغي يبغيك غيبغيك كيف ما انت. تقدري انت تكوني زوينه، بارفوا كنشوف شي وحده دايره لي مكياج خايبه، ملي كتحيدو كترجع زوينه. تقدري انت تكوني زوينه بزاف وتعجبي هذاك الشخص بلا هذاك المكياج، وفاش كديري هذاك المكياج كيبعد هو، باسكو الناس باغيين شخص، ما باغيينش واحد مزيف ولا مهرج. فكنتمنى يكون الميساج ديالي واضح. بالنسبه للدراري فعافاكم، ملي تخرجوا ديروا شويه د الريحه، شويه د الريحه، فهمتي؟ حشومه تخرج تلاقى مع وحده وفيك الريحه خايبه، راه باش تدوي كل نهار راه ما كافيش، خاصك تاخذ ريحه زوينه وديرها. وحتى البنات خذي اختي ريحه وديريها، ولا ما قلت لك المسك، الا ما عندكش باش تشري ريحه خذي المسك ديريه في البيطان ديالك، هكا تكون فيك ريحه زوينه وتكون فيك الثقه في راسك. فما عندها حتى معنى تخرجي لابسه مزيان، المكياج غالي وفيك الريحه كتقهر. لا حشومه، خذي لك اختي واخا غير المسك وقادي الحاله، ماشي مهم الريحه الطيبه. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، نتمنى نكون كنعاونكم هاد النصائح اللي غيحشموا الاصدقاء ديالكم يقولوها لكم. شي واحد قريب لك يحشم يقول لك هاد الهضره، ولكن انا كنبغي نقولها لك باسكو انا قريبه ليك بزاف، عارفه ما غاديش تقلقي مني وما غاديش تقلقوا مني. يلا حتى الفيديو الجاي.